بيافون ايضا هو الاخر موجود، والمحاولات لا تزال مستمره. احبتي المشاهدين الكرام، متابعي الثالثه الرياضيه والاحبه مستمعي اذاعه دوله الكويت، فهد عوض وتنبيه اخر من حكم المباراه، هو شايف نفسه يعني على طول وداش يقول له هدي هدي، وتنبيه اخر من حكم المباراه، هو شايف نفسه يعني على طول وداش يقول له هدي هدي. انت ليش يعني كانه يسمعني؟ انت معصب داش على طول كحكم مباراه. لا، ابتسامه وتبدا باذن الله تعالى. بانك ممكن تنقطع. اوه، حكم يقول العب، قال له العب. وهنا لا، على الكويت بيصفر، على الكويت لا بيصفر، لا تخاف، مو مشكله يا خالد، مو مشكله. يقول له ناصر القحطاني، يقول له هذه ما شفتها، شوف قايل لك ردة الفعل. عادل عقله المدرب ايضا الكرواتي دراغان كلهم واقفين بمكانهم يقولون شو الحكي هذا؟ يعني حكم المباراة هنا طالع وشاف، ويعني هي ما هي مسألة اني انا اليوم الغاضي ولا اني انا البطل ولا انا خلاص، يعني يقولوا له خلاص هدوا اللعب، هدوا اللعب. وشايف يقول له ليش ما تكلمتني على هذه؟ ليش؟ يا حسين حاكم ايضا بكلمه يقول له هذه ليش؟ وعلى العموم لكن هو بادي. شوف دخول غوي وواضح من القائد والكابتن فارنت اللي يلعب كقلب دفاع، وهنا على طول يبعدها على طول الفضلي، ترجع مره ثانيه. اوه، ايضا تدخل. شوف صفر هالمره، ايضا صفر هالمره. لا ما نبي كذي، ما نبي. شوف التدخلات وانت واقف، ما عندك واقف ولا لا شغل ولا دخل بين اللاعبين. اللاعبين هم اللي يهدون، اللاعبين هم اللي يهدون بعضهم. سلامات قحطاني، بالسلامة ان شاء الله. ناصر القحطاني، سلامات ان شاء الله. تدخل وخالد الفضلي كلمة، و ايضا شوف قطعها، لكن شوف اوه بالسلامة ويرد يقول له لا انا ما سويت لك. واضحة بس الحكم ما له شغل، ما له بالمباراة ولا يكلم ولا شفته يعني يتحكى ابدا وكأنه لم يكن في المباراة. على العموم سلامات ان شاء الله، بالسلامة ان شاء الله. المحاولات لا زالت يعني من الفريق الحقيقة صاحب الارض والجمهور. وسلامات اذا الكرواتي دراغان اللي جاء خلفا للبرتغالي خوسيه روماو اللي ترك نادي الكويت طبعا واتجه للنادي العربي. عادل عقله وحديث ايضا واضح لتوجيهاته مع المدرب دراغان، لكن هم شوف يلعبون بقوه، يلعبون ايضا بنرفزه واضح للاعبي نادي الكويت، وراح يردون عليهم بنفس الطريقه. لكن ترى خلي بالكم من الحكم، اي شيء الان كرت اصفر، اي شيء فاول عليكم. والفاولات يا جماعه اللي قريبه من خط 18 ما نبيها، ترى هو الظاهر يبي له اي فرصه في 13 دقيقه من شوط المباراه. طبعا الحكم نتكلم عنه اللي يبي اي فرصه، ولكن النادي من حقه انه يسجل، النادي من حقه انه يلعب، النادي من حقه انه يفوز بالتاكيد. حكم المباراه بيستدعي من؟ حسين حاكم وداد وسلام على بعض، داد ساكور واعتذار جميل. خالد الشمري العائد من اصابه يتواجد اليوم مع ايضا يعقوب الطاهر، وتقدم حسين حاكم لوسط الملعب. سلامات خالد الشمري على ارضيه الملعب، بالسلامه على ارضيه الملعب. وكريستيان شوف الكره، شوف التدخل، يا ساتر وبعد يقول ما سويت له شيء. لكن كل هذا بيخوف يعني يعملون اللاعب. هنا دراغان ايضا بالتوجيهات، دراغان يوجه، حاول فيها يعقوب. اوه تدخل مع يعقوب، والحكم ما له شغل باللاعبين، حكم ما له شغل باللاعبين ولا يكلم ولا لاعب ولا يكلم. يعني شوف يوقع، حتى المساعد افضل منه. الحكم المساعد دخل يعني يكون ما بين اللاعبين، يبعد الاشكال ويبعد المشكله، وهو لا يوقف، هو الظاهر يبي مشكله ويبي حالات طرد شكله كذي. شوف دخول او مع يعقوب.
سلامات يعقوب الطاهر، بالسلامة يعقوب الطاهر. كرة أيضا خطيرة، كرة خطيرة كانت تدخل عنيف، تدخل الثالث بيعطيه انذار. يا خالد يا خالد الله يهديك، خلاص الوقت منتهي، العب من اول، والريال يبيكم باي صوره واضح انه بيعطي تاخير باللعب. انذار على خالد الفضلي ياتي في الدقيقه يعني 47 والله حرام، دقيقه 47 العبها وخلاص، هي كره برا يعني ضربه مرمى، شنو بتستفيد من الثانيتين؟ يلا الامور عند الله. لاعب نادي مانغ ثونغ تايلاندي، يعقوب وصل روجيريو، قدم على الخط، كارت اصفر واضح، لا تسكون، حتى المدرب معصب. صح خلاص قدم، قلت لك هو ما عنده سيطرة على المباراة وعلى اللاعبين، ومتأكد راح يجعل المباراة، اعتقد هي فلتت منه، يعني فلتت منه بقراراته الحقيقة اللي ما يتخذ فيها في الوقت المناسب، وبالدقيقة اللي او الثانية اللي يكون فيها. شوف ان الخطأ يعني، شوف وايضا شاتوا الكرة في روجيريو، وشوفوا هو وين جاي داس على رجلين. عادل عقلة في حديث ايضا مع رجال الامن، كرواتي يهديه طبعا، فقد اعصابه، الله يعينك، احنا هني فاقدين اعصابنا. من باسل وعادل عقلة بهالامور التحكيميه هي اللي وصلت المباراه بهذا الشكل. عملها الكوري الجنوبي، الاشياء اللي حصلت. روجيريو الى ارضيه الملعب يغادر الان، ونهدي يا شباب، ما نبي نفقد اي لاعب، ما نبي نفقد اي اداري، حتى لا يعني تكون قرارات عكسيه. شوف روجيريو، شوف التدخل عليه، شوف ايوه هذا وحده، اوكي الثانيه راح يشوتونها، شوف على طول وهو طايح على الارض، شوف هذا وين ياله، شوف يعني ماكو طريق غير هالطريق اللي كان فيه على، وشوف يقول له طبعا هو دخول طبعا غير صحيح للمدرب، اكيد من حقه، هذا واقع نقوله، وممكن يعني يطرده في المباراة اليوم لانه دخل ارضية الملعب من غير اذن الحكم، والمدرب له مكانه، له منطقة فنية خاصة فيه. احنا ما نبي نصير مثلهم يا دراغان او مثل الحكم مباراة بقرارات عسكرية، لكن ممكن انت تكون ويبين ايضا الان، احنا ما نبي نتجنى على الكرواتي دراغان، لكن تبين شخصية الحكم بماذا؟ باللي صار قدامه. بيعطي انذار بعد المشكلة اللي صارت، صورة على اللاعب، شوف نعم دراغان الى خارج ارضية الملعب. احنا قلنا قبلك، احنا عارفين القانون يا جويون، افقد اعصابي، ودراغان الكرواتي يغادر ارضية الملعب مدرب نادي الكويت، لانه لما شاف ما حمى لاعبينه هو راح يقول له، لكن هذا زميل افضل. وهنا محاولة بينية، يلا حطها، يا حرام على الفرصة هذه يا روجيريو، ما سقطت الا الكرة. لما شوف هذه هي الان اعطانا، الله سمعني لما ضربت في الدفاع، شوف لو مو ساقط هذه جول، خلاص مو مكتوب لك تسجل جول، مو مكتوب لك يا روجيريو سجل جول، خلاص. لكن لديه السيطرة على اللاعبين داخل ارضية الملعب. هنا خطأ، نعم روبرت فاولر، خطأ للأردني رافت علي. لعبة العصبية وردة الفعل، حاولت المرور، بيمر من صدقك يعطيك ركلة جزاء بعد هالحكي هذا وهالكلام هذا، وهذه مقطوعة. يلا جراح لعب اليسار، فهد عوض، خطأ لفهد عوض،
خطأ لفهد عوض. برافو انه يتقدمون في الدقيقة 42 نادي الكويت، شيء طيب، ويدافعون بشكل صح. الحمد لله الحمد لله. شوف فهد عوض وشوف الخطأ ايضا واضح. ان شاء الله الاعصاب تكون انذار مله. يا ساتر لا يكون عنده انذار. هذا اللي ما نبيه، هذا اللي ما نبيه يا خالد الشمري، هذا اللي ما نبيه. في الدقيقة 48 إلا شوي خالد الشمري، والإنذار الثاني. عنده إنذار في الدقيقة 25 من الشوط الأول، والدقيقة أقول 48. وإحنا قلنا خلي بالكم ترى يبي أي شيء، يبي أي شيء حتى يعني يعطيه. لا يعني، وهذه كرة طويلة. حسين حاكم لابد الآن هو اللي يصبح خطيرة برا. هذا اللي يبيه يا جماعة، هذا اللي يبيه يا جماعة، هو يبي هذه الحركة. أخيرا عطاهم ركلة جزاء، أخيرا في الدقيقة 49 ركلة جزاء. الركلة شوف رغم ان الشد وين، الشد من وين. شكرا يا المخرج، شكرا يا المخرج. الايد لروبرت فاولر الانجليزي، هو اللي شاد، وهي الصورة الواضحة وهي اللي تعطي كل شيء، لكن يعلن عن ركلة جزاء. واللي كان يتمناه الكوري الجنوبي تشون يونغ قال لك خلاص، قال لك خلاص، قال لك خلاص بلنتي. يبا مصر لا تعترضون. مصر خلاص يا جماعة. شنو؟ قول ضربة مرمى، قول خطأ. إذا الحكم المساعد قول خطأ يا أخي، وضح. قلت لك ما عنده يعني سيطرة، شخصية الحكم ما هي واضحة أبدا. راح للمساعد هناك كلمه، ورد هني بيتكلم الآن. شوف اللعبة، وشوف فاولر، شوف ايده. يا سلام، شكرا للمخرج. خلاص بس انتهى كل شيء. الفضلي رايح للكرة الآن. شوف الايد والشد. هو راح للفضلي والتصادم، لكن هو اعلن عن ركلة جزاء. وبعدين لا، شكرا للمساعد اقول، وما باقي شيء يقولهم. خلاص عادل عقله ان شاء الله. الله يعطيكم على نياتكم ويعوضكم تعبكم ان شاء الله والمشقة في السفر. خلاص انتهى. صفر يا عمي وخلصنا، صفر يا عمي وخلصنا. هذه كرة ملعوبة خطيرة تبعد بالراس. يلا يا اولاد شيلوها. نعم بيشيلونها، شيلوها ودوها كوريا هناك. نعم الحمد لله ودوها كوريا. وصافرة النهاية من الكوري الجنوبي الغير موفق. انا اقول لك اليوم الف مبروك لنادي الكويت ووصوله وصلنا للنهاية. والف مبروك لنادي الكويت هذا الانجاز، وان شاء الله يتحقق كما تحقق في 2009. لكن الامور تسير لصالح الابيض الكويتي. الف مبروك، مبروك دراغان، مبروك لاعضاء ومجلس اداره نادي يعني الاخوان رئيس واعضاء مجلس اداره نادي الكويت وجمهور نادي الكويت ومحبيه. وهنا ايضا دراغان بفرحته. اذا على الخير والمحبه التقينا، على الخير والمحبه يودعكم دائما حامد كميل. الى الملتقى.